بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كل عام وأنتم بخير بمناسبة الموسم بتاع تخليل الليمون والزيتون والحاجات الجميلة دي اللي احنا بنحبها. النهاردة إن شاء الله هنخلل مع بعض حبة ليمون 2 كيلو، ومعايا على جنب كده ربع كيلو بعيد عن ال2 كيلو دول، ربع كيلو ليمون قسمتهم نصين وحطيتهم في الخلاط وعصرتهم وصفيتهم ومليت الشفشق زي ما انتوا شايفين كده اهو. يبقى ده عصير ليمون سادة، يعني الربع كيلو مع ربع كوباية مية او نص كوباية مية عشان تحرك الليمون في الشفشق، وبعد كده تضربيهم وتصفيهم هيبقى معاكي عصير ليمون صافي. كده ربع كيلو ليمون للعصير و2 كيلو ليمون للتخليل و3 ملاعق ملح. ضفت عليهم ملعقتين او 3 ملاعق من الزعفر، ده الزعفر بتاع التخليل اللي هو الاحمر ده. ومعايا الحبة السوداء اللي هي حبة البركة برضه ملعقتين، 3 ملاعق من الملح وملعقتين من الزعفر و3 ملاعق او ملعقتين من الحبة السوداء اللي هو حبة البركة. هخلطهم على بعض دولة، والمكونات بسيطة جدا. هقلب ال3 مكونات اللي معايا دولة، الزعفر والملح والحبة السوداء كويس خالص. وبعد كده عندي الليمون ده انا جبته لمدة 3 ايام وانا انقع فيه واغسله، مرة الصبح ومرة الظهر ومرة بالليل علشان خاطر يبقى نظيف كده وما يبوظش معايا، لحديت من المرارة اللي في الليمون طلع، لان الليمون ده فيه مرار لازم يطلع قبل في جلد الليمون قبل ما تخليليه عشان ما تحسيش بمرارة الليمونة وهي مستوية. غسلته بعد 3 ايام بعد التنقيع. شقيت الليمونة نصين، النص ده لحد يعني خليت الليمونة ماسكة ببعض، ما تخليش الليمونة سايبة من بعض او واسعة، لا يا دوبك تشقيه لحديت نص الليمونة بس عشان تبقى دايجة. وتحشي المكونات اللي احنا حطيناها دي مع بعض وتدوسي عليها كده وتدخليها في البرطمان حديت ما تخلص الكمية اللي معاكي زي ما تكون الكمية. وهاتي برطمانة كد الكمية الليمون بالظبط، ما يكونش الليمون نص برطمانة ولا ربع البرطمانة او برطمانة كبيرة على مقدار الليمون. هاتي تبقى كبساها يعني عشان الهواء ما يدخلش ويبوظ الدنيا. هنا اتبقت ليمونة كانت فيها عيب كده بسيط، رحت انا عصرتها وحطيت عليها بواقي الملح والحاجات اللي كانت في الطبق على الليمون مع شوية خل في الشفشة وقلبتهم كويس خالص وضفتهم على الليمون. طبعا ده حامض هيستوي بسرعة مع الليمون، هيسوي الليمون كويس خالص وهيبقى عامل الليمون زي الزبدة، احسن وافضل ما تحطي له مية. خلاص بيبقى طعمه احسن يعني. وهو شوية زيت من فوق، اي نوع زيت عنديك، زيت زيتون، زيت اي زيت. وبعد كده بتغطي البرطمانة كويس خالص بكيس الاول بلاستيك وبعد كده ورقة فويل، وبعد كده تحط الغطاية وتحكمي الغطا كويس خالص عشان ما تدخليش الهواء لمدة شهر 35 يوم. وبعد كده تفتحي عليه البرطمانة وبالهنا والشفا. احلى ليمون مخلل هتاكليه باذن الله مزبد مدام مخلل في العصير الليمون نفسه من غير ميه. وبالهنا والشفا. لو انت معايا لحد دلوقتي حطي لي لايك وشكرا ليكي.